السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى اما نشوف المدعكة اللي احنا فيها. خلاص كده فاضل يوم وخلاص رمضان هنودعه. والله بصوا الواحد زعلان جدا جدا بجد، لان بجد كانت ايام حلوة كلها خير وبركة. فقلت بقى خلاص مفيش وقت. طبعا احنا مع بعض غاسلين السجاد وغاسلين الستاير، قلنا بقى فاضل الحيطان بقى ونزعف، وكان عندي غسيل. طبعا كلنا لازم نغسل قبل العيد عشان بقى نشوف بقى لو في حد عايز حاجة من الهدوم او كده. فكان عندي غسيل كتير جدا، وقلت بقى اغير للسراير، فشلت الدفايات اللي على السراير عشان احط لهم دفايات حلوة يعني. فقلت بقى ايه خلاص يلا كده، وانا بغسل فقلبت الدنيا. بصوا بقى بقولكوش على الاسفنجة السحرية اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو ده. اسفنجة جميلة جدا، هي سعرها 10 جنيه بس تحفة، بتشيل كل حاجة من على الحيطة. بصوا متحطوش منظف ولا اي حاجة، بتبليها مية وتعصريها وتمسح الحيطان، الخشب، المكتب، الكمبيوتر، الشاشة، اي حاجة عندك. بصوا بتخليها فيها لمعة وبتنظف بطريقة فظيعة. بجد بجد انا قلت ب10 جنيه يعني اكيد وحشة وكده، فبصراحة هي حلوة قوي قوي قوي. كده بقى الغسالة شغالة بقى، وعمالة اخد المفارش والحاجات بقى، اي حاجة الاقيها قدامي اخدها بقى ادخلها في الغسيل كده زي ما انتوا شايفين. بصوا الدنيا كانت مقلوبة عندي، والركنة بصوا ما اقولكوش، والستاير عايزة تتعلق، وبصوا حاجات كتير كانت عايزة تتعمل. فخلاص بقى مفيش وقت، فقلنا نبدأ بقى قبلها بيوم عشان اليوم اللي فاضل. مثلا افتكرت حاجة احط المفارش بقى اللي انا غسلتها افرشها. في حاجة ناقصة هعملها، هعمل بقى الفطارات، هعمل بقى الاكل بقى حاجات كتير كده يعني هنعملها. فقلت ما ابتدي بقى ايه، اخلص الشقة الاول وبعد كده نشوف هنكمل مع بعض ازاي. كده خلاص بقى حطيت كده مية وحطيت شوية كلوروكس الوان، ومسكت الركنة شديتها كده ونفضتها. بصوا بقيت اشد قطعة قطعة، لان بصراحة كان الغسيل بصوا خلاص خلصت غسيل ونشرت الهدوم. بصوا والله لو قلت لكم مفيش مكان في البلكونة، مفيش مكان في البلكونة فاضي كله. بصوا مفيش، بقيت في حاجات حطيتها فوق بعض كمان. كده خلاص بقى في الركنة كده شيلت قطعة قطعة زي ما انتوا شايفين، وامسح تحتها وارجع ازق القطعة اللي انا امسح تحتها وارجع انفض غيرها. وبصوا ماسكة حتة حتة كده ايه عشان ما بهدلش الدنيا، وانا بمشي بالنظام ده كده على طول. طبعا زعفت الحيطان، الرفوف اللي على الحيطان عملتها. شلت الزينة بقى بتاعت رمضان، ما اقولكوش على الزينة بتاعت رمضان دي، والله العظيم حرفيا عيطت وانا بشيل الزينة. والله العظيم يا جماعة اني بجد يعني. بصوا رمضان ده كله خير، وبعدين كمان ايه عارفين الصيام يا جماعة، والله العظيم الصيام ده صحي جدا جدا، بيفيد. بصوا ومفيد كمان الناس اللي عندها الكولون، بيريح الكولون ويشيل الفيروسات اللي في الكولون والميكروبات. وبصوا سبحان الله حاجة من عند ربنا كده يعني. وفي ناس تقولك احنا خسينا في رمضان، لا بالعكس. طب انت احنا يعني في انتظام في الاكل، بناكل طاقتين في ميعاد واحد، يعني مثلا المغرب لازم المغرب بالظبط مش عارف ايه. لكن في الايام العاديه بصوا كل ما بنشوف اكل بناكل، او الفطار مثلا بتاعنا ملهوش ميعاد محدد، والغدا او العشاء او كده كل ما بنشوف حاجه. والحاجات اللي بنشربها ممكن نشرب في اي وقت مش عارف ايه. فبصراحة رمضان كان منظم لنا حاجات كتير، والصلاة بقى والقرآن والجوامع والمناظر أصلا والأجواء كانت جميلة جدا. يلا الحمد لله كلها أيام خير وبركة ووداع عن رمضان. ويلا بقى ما نشوف ايه اللي ورانا ونكمل. فطبعا جبت بقى الستاير كده، كنت عايزة اكوي الستاير بس والله ما عندي وقت. فقلت لبنتي بقى ايه على ايدي الستاير، لان بصراحة كانت دراعتي وجعتني من كتر التنظيف، والركنة خدت معايا وقت. فبصراحة ربنا يخليها ليا هي وولادي. بصوا بقى ماسكين السلم، وحنين تطلع تعمل ستارة ومعاذ يناولها بتاع اللي هو المشابك دي، وتشيل بقى الزينة بتاعة رمضان كده. ولما حنين تتعب معاذ يطلع بدلها، ويركبوا كده الستاير واحدة واحدة كده مع بعض، لحد ما هم بصراحة اللي ركبوها لي خلصوها كلها. قالوا لي يا ماما خلينا احنا للستاير وانت اعملي اي حاجة عايزة تعمليها. طبعا خلصت زي ما قلت لكم الغسيل ونشرته ورجعت كل حاجة زي ما كانت، وقلت خلاص بقى انا هفرش لان خلاص ما بقاش فيه وقت، ورايا حاجات كتير هعملها ولسه هخرج اجيب شوية حاجات. فقلت لا خلاص
فهشوف هعمل ايه. فزي ما انتوا شايفين كده بصراحة ولادي ربنا يخليهم ليا، فكلهم بيساعدوا بعض، كل واحد ايه بيناول التاني، عايزين مسمار يناولوها الستارة مش عارف ايه. هم عارفين اماكن الستاير وانا معرفاهم ان الستارة الكبيرة اللي في الوش دي ودي اصغر منها شوية، فقلت لهم يعني ايه كل ما بيجي ياخدوا قطعة بيقيسوها كده على التانية، واللي هي الصغيرة يحطوها الناحية دي والكبيرة الناحية دي. وكده خلاص ايه بيعلقوا الستاير مع بعض، وانا قلت اخش اكمل بقى، لان بصوا انا عايزه اخلص زي ما قلت لكم. وطبعا الحمد لله رب العالمين انا خلصت اوضه الاطفال والاوضه بتاعتنا مع وانا بعمل الغسيل. يعني مثلا انا بغسل على ما الدور بيخلص بيكون انا مثلا نضفت حاجه. فالحمد لله رب العالمين مسكت الخشب بصراحه، وما ساعدوني النهارده كتير، لان الاسفنجه اللي بقول لكم عليها دي مسكوا الحيطان بتاعه الاوضه دي والاوضه دي، خلوها بصوا بتلمع، والخشب كده خلاص زي ما احنا شايفين كده. انا دخلت بقى على الركنه، قلت خلاص بقى انا بعد ما خلصت بقى، بصوا انا اصلا بصور لكم هنا وهنا، انا اصلا شغاله في الركنه وهم شغالين بره، فقلت ايه كل ما بيخلصوا حاجه بصورها لكم. كده بقى خلاص انا بعد ما خلصت كل القطع ديت مسحت تحتها، ابتديت بقى اعمل تحت المكتب وزق النحاد والنحاد لحد ما نضفت تحته خالص. وما اقولكوش بقى على الجلابيات بتاعتي من الكرول، والله يا جماعه انا زهقت، كل جلابياتي كلها بقت حاجات كرول، فعشان كده خايفه من على الجلابيه ورافعاها زي ما انتم شايفين كده. فبصراحه والله غصب عني، لان كل جلابياتي باظت من الكرول حرفيا. فبحاول بقى، انتوا عارفين التصوير وكده على قد ما نقدر ان مفيش حاجه يعني ايه كل حاجه تبقى طويله علينا، بس غصب عني لازم احط كرول عشان اعقم مع الكلوركس الوان. انا بعد ما حطيت الكلوركس الوان رحت جايه حاطه حبه كرول، ما قدرتش يعني اقاوم بصراحه. الكرول بينضف قوي قوي، والكلوركس الالوان على فكره بينضف برضو جامد وبيدي ريحه حلوه قوي. بس انا قلت بقى دي تنظيفه العيد فانا هحط شويه كرول، فكنت بصراحه خايفه على الجلبيه فكنت ماسكاها كده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص يعني مسحت تحت الركنه كده وروقت الحيطان وكل حاجه، وشلت بقى المفارش اللي انتوا شايفينها الحمرا دي ده غسلتها. وابتديت بقى ايه خلاص بقى قطعه قطعه كده زي ما انتوا شايفين همسحها، وبعد كده هخلص الاوضه اسيبها بقى تنشف، وبعد كده ارجع افرشها معاكم. ومسكت بقى الترابيزات اللي انتوا شايفينها برضو بالاسفنجه يا جماعه، والكمبيوتر واللوحه المفاتيح والماوس، كل الحاجات اللي انتوا شايفينها حتى المكتب نفسه دوت بالاسفنجه اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي الخطيره الجميله الحلوه دي. والله هي سعرها رخيص ب10 جنيه، جايباها من على الجروب واحده صاحبتي. والله العظيم بجد يا جماعه حلوه قوي قوي فعلا، جميله وبتشيل بصوا بكل سهوله. وخلتني جنب عندي جنب كده في اوضه الاطفال ولادي بيناموا عنده، فكان متسخ طبعا من رجليهم من ايديهم كده. فابني مسح الركن يعني الجنب دوت بصوا بيلمع لمع، يعني بصوا لو قلت لكم بقى جميل جدا كانك لسه مبيضه الاوضه. بصوا انا بوريها لكم اهوت كمان، مسكت بقى كل الخشب اهوت حلوه، بتبليها وتعصريها وتبتدي ان انت تعملي. انا ما حطيتش فيها اي حاجه، لو انت حتى يعني عايزه تحطي عليها منظف وانت حابه ان تحطي فيها حاجه معطر وكده عشان الخشب والكلام ده مفيش اي مشكله. لكن انا بميه بس امسكها اعصرها اطلع التراب اللي فيها، وبعد كده ابتدي اعمل تاني. لمعت بقى كل الترابيزات كده من فوق ومن تحت، خليتها حلوه كده. وبعد كده بقى دخلت على ترابيزه الركن عملتها برضو، والازاز لمعته والمفرش غسلته. وقلت بقى همسك برضو ايه هجربها برضو في البيبان كده. بصوا طلع تراب، انا هوريكم التراب اللي طلع من الترابيزات اهو. بصوا الاتربه اللي طلعت من الترابيزه، مع انها معصوره جدا وناشفه بتطلع بطريقه فظيعه بجد. مش عارفه هي نوعها ايه، او يعني إيه اللي يعني مصنوعه من ايه، مش زي الاسفنجات التانية او فيها حاجه مش عارفه. بس هو كان الغلاف اللي عليها اللي هو الكلام الصيني الصيني ده. فهم بيعملوا بصراحه اختراعات في حاجات حلوه بيعملوها ومنظمات وحاجات حلوه بصراحه، الحاجات بتاعتهم بتبقى حلوه قوي كده. خلاص قلت هعمل الباب بقى، رحت جايه ماسكاها برضو تاني، شلت كل التراب اللي فيها كده وعصرتها، وابتديت اعمل بقى الباب بتاع الركنه كده زي ما انتوا شايفين حته حته كده، لانه مليان حاجات بقى والزوي ومش عارف ايه وخشب خارج وداخل. فقلت هي بقى اللي هجيب ايه الموضوع كله كده واديها تلميعه من ايه من الباب من ورا. فالدب بصراحه لمعه حلوه قوي قوي. ولادي كده شغالين بره بيكملوا لي ايه بقيه الستاير ويشيلوا الفروع بتاعه الزينه، واحنا شغالين هنا وهنا كده، لان انا قلت انا هخلص الاوضتين مع نفسي كده وابتدي بقى مع الصاله والاوضه اللي فاضلين دولت. قلت ما اصور معاكم عشان نشجع مع بعض، طبعا كلنا شطار وكلنا بسم الله ما شاء الله. وكل بقى واكتبوا لي في التعليقات مين اللي خلصت شقتها والمين اللي لسه ومين اللي لسه فاضل لها حاجه وكده، يعني نشجع بعض يا جماعه ونشوف هنعمل ايه وكده. بصوا كده برضو عملت الباب من بره، والله ادى لمعه فظيعه قوي. بس بقى انه بادي بقى عشان الباب خارجي وانا كنت رشاه حاجات ومش عارف ايه، فدي لازم الميه تنزل عليه كده. انا كنت في الاول بكب كده بالكوبايه كده عليه واقعد اغسل بالفرشه، يعني اقعد اغسل بالفرشه واكب كده وادلق عليه من بره.
بصراحه الغلاف اللي هو البويه اللي انا عملته دوت، بصوا مهما تغسلوا في الباب بسم الله ما شاء الله ما بيبص ولا الخشب بيبوظ. بصراحه غلاف حلو قوي مديه للباب. فمسكت بصوا ما كنتش بعصر، انا بشيلها بالميه بتاعتها كده واغسل قطعه قطعه كده. يعني زي ما انتوا شايفين الباب مليان رسومات كتير وداخل وخارج كده الرسومات والفحر ومش عارف ايه. فكنت عايزه اعمل حته حته كده واخلص من التراب كده. وانا كنت بنضف ومش عارف ايه، فجات لنا بقى واحده صاحبتنا. بصوا والله العظيم، بصوا هي بتبيع هدوم بقالنا 4 سنين مع بعض، يمكن اكتر من 4 سنين. بصوا باخد منها كل حاجة. بصوا لبس اولادي واللبس الداخلي والترنجات الصيفي والشتوي اللي انا وريتها لكم قبل كده في فيديو. الجلابيات البيتي باخد منها، ان عجبني مثلا حاجة بره ولا حاجة برضو عادي باخد بسم الله ما شاء الله ذوقها حلو واسعارها حلوة. ومثلا يعني انت لو خدتي منها حاجة ممكن تديها بقى كل اسبوع كل اسبوعين على حسب ما انتوا بتتفقوا، على حسب الحاجة اللي انت واخداها. فبقالنا فترة مع بعض. بصراحة هي كويسة جدا جدا والله العظيم. هتشوفوها دلوقتي. انا كنت بصور اصلا وعمالة اعمل ونسيت ان الكاميرا شغالة، فافتكرت واحنا بنتكلم مع بعض قلت لها يا ده الكاميرا شغالة، انا كنا بصور روتين وكده. فقعدت تضحك وقالت لي وايه يعني طلعيني مفيش مشكله. فقلت لها انت اصلا طلعتي بس من يعني وشك ما بانش. قالت لي لا باين وشي يعني عادي. هقول لهم حطوا لها لايك، ده انا بحبها او مش عارف ايه. قعدت تقول كلام كتير بس بصراحه غصب عني مسحته، لان كان في حد من الجيران مشغل اغاني، وانتوا عارفين الاغاني عليها حقوق طبع ونشر. فوالله العظيم لو كان المقطع ده ما كانش فيه صوت اغاني فكنت سبته. عماله تقول لكم حطوا لها لايك ومش عارف ايه، وعماله تتكلم بص عماله تقول حاجات حلوه بصراحه وتدعي لي وحاجات حلوه كده. فبجد يعني بصوا انا اصلا بصوا انا شغاله ولقيت حد بينادي فعماله اقول مين. فبص والله ما تخيلتش اصلا ان احنا كنا بالليل. فاستغربت فنسيت والله خالص بقى. ف بجد يا عسل قوي قوي. بصوا يا جايه فهو تقول السلام عليكم، قلت لها احنا بنصور، قالت لي لا بياني لها هقول لهم حطوا لها لايك ومش عارف ايه وكده. فرفعت الكاميرا وبينتها. بصوا هي والله العظيم ست محترمه وكويسه جدا جدا. هي كانت جايبه معاها شويه بقى جلابيات استقبال وشويه ترنجات بقى وسويت شيرت وحاجات من دي، كانت جايباها الناس يعني. بصراحه ما يعني ما خدناش منها حاجه، او مش عارفه جلابيه او كده، فمش مش فاكره بصراحه. فكانت جايبه يعني حاجات ناس طالباها منها. يعني هي بصوا بتشوف طلبات الناس ايه وتجيب يعني زي ما انت عايزه وتوريها الشكل او الموديل اللي انت عايزاه فبتجيبهولك. فجت بقى قعدت معانا شويه وكده، فوقفت بقى الكاميرا ووقفت لحد ما خلصنا مع بعض. وبعد كده ايه خلاص بقى بعد ما مشيت قلت ارجع اكمل. والله بصوا انا دخلت الاوضه تاني وجيت انفض واعمل، اخويا ربنا يخليهولي يا رب لقيته جاي هو وابنه عشان يقعدوا معانا شويه. فقلت ايه اليوم العسل ده، احنا مش هنفرش بقى. قلت له تعالى يا حبيبي يلا كل سنة وانت طيب. وفضلت قاعدة يعني فضلنا قاعدين والله من الساعة يعني من بعد بعد الصلاة كده صلاة العشاء لحد بصوا لحد الساعة 11 ونص واحنا قاعدين مع بعض. بصراحة كانت القعدة حلوة واتكلمنا في حاجات كتير واتكلمنا عن والدة الله يرحمه. بصوا افتكرنا حاجات كتير انا واخويا واختي كده. اختي الكبيره ما انتوا عارفين معايا في نفس البيت، ففضلنا قاعدين كده في الصاله والله على الحافظه كده. وقفت خالص وقلت مش هنضف خلاص مش هعمل حاجه بقى واكمل بكره. فبعدين الحمد لله رب العالمين يمكن لما انا اتكلمت بقى عن والدي وقعدنا نفتكر بقى حاجات زمان والحاجات ديت، فوالله اداني باور وطاقه. وقعدنا ندعي لابويا كنت مبسوطه قوي. وبصوا قالنا على حاجات حلوه. وبصوا والله العظيم بجد مفيش احلى من ايام زمان والذكريات الحلوه. فبصراحة فرحت وحسيت ان احنا فينا يعني حاجات حلوة كتير، لسه في حاجات حلوة كتير قوي كمان. فشجعت وقمت بقى انا كملت التنظيف زي ما انتوا شايفين كده. خلصت الصالة بصوا حيطان بقى وستاير. وكنت مديه حنين الجاروف الصغنون اللي انا بقول لكم اللي هو البطوط دي بقى تعمل لي بيه الفرم. فربنا يخليهم لي يا رب. وبقى وقعدوا يمسحوا لي الشاشة والكومودين والبوفيه والحاجات دي والنيش. فخلصوا لي بصراحة انجزوا معايا كتير وعملوا حاجات كتير معايا. وانا عملت الباب نظفته وغسلته بالفرشة. ودي بقى حاجات رمضان ما اقولكوش والله انا زعلانة او انا اصلا عايزة اعيط والله العظيم. يعني بصوا حاجات تزعل. شلت بقى الفوانيس الصغيرة البلاستيك والحاجات ديت. بس بصراحة سبت الفرع اللي في الصالة لقيته شكله حلو كده ويعني برضه ينفع في الأجواء العادية يعني. والفرع اللي هو في الركنة برضه. فبصراحة شلت بس الحاجات ديت ومسحتها كده. هنخليها بقى احنا مش هنرمي حاجة يا جماعة في ايه. هنخليها الحاجات ديت كده دي تالت سنة احطها يعني تالت سنة احط الزينة دي.
فامسكهم عينهم بقى، وان شاء الله رمضان الجاي باذن الله يا رب العالمين كده نعلقهم تاني. بصوا كده بوريكم المعطر كده. كل مره بجيب فريده زي ما انتم عارفين اللي هو فريده بالعود، فالنبادي بقى ايه لقيت دوت حلو ورخيص. هقول لكم بقى سعره كام بقى. والله ريحته فظيعه فظيعه بجد. دوت المعطر ده ب10 جنيه. انا كنت بجيب منظفات يعني وسلك وصابون ومش عارف ايه والحاجات دي والكرول وكده، فلقيته محطوط على الرف كده عند بتاع المنظفات، فبقول له هو ايه ده؟ قال لي ده معطر جو. بقول له قال هو بكام ده؟ قال لي ب10 جنيه. قلت له بجد ب10 جنيه؟ طب وريحته حلوه على كده؟ قال لي تصدقي بقى ان انا جبت 4 كراتين واتباعوا وما فاضلش الا يجي 5 6 وحدات من دول. فقلت له طب وريني كده الريحه. شميت كذا حاجه، فلقيت بصراحه ريحه الورد اللي هو البينك ده جميله قوي بجد، يعني حلوه. بقول له طب هتثبت بقى زي فريده بالعود والحاجات دي؟ قال لي طب خديها جربيها مش هتخسري حاجه، طب 10 جنيه، ولو ما عجبكيش ما تبيش تاخدي منها تاني. بجد والله العظيم تحفه يا جماعه، ريحتها حلوه قوي. وزي ما قلت لكم ما تيجوا ترشوا معطر جو ولا حاجه، فترشوا على الحاجات يعني على المخدات على السجاد على الحاجات دي. هو مكتوب اصلا المفروشات والارضيات بقى وكده، ومعطر جو. بصوا كده انا فرحانه بالنور. بصوا والله عظيم يا جماعه، منظر جميل قوي. بصوا كل حاجه في رمضان زينته باكله بعزوماته بالصلاه بالحاجات دي اجواء تانية خالص خالص غير الايام العاديه. قولوا لي كده واكتبوا لي بجد احساسكم كده زي احساسي ولا ايه. فبصوا اصلا منظر كأني انا قاعده في فرح بجد. فكان ولادي فرحانين وكده، فقلت لهم خلاص بقى عايزين نصور بقى باقي عشان نشوف بقى نعمل اخر يوم في السحور. فكده بقى اوريكم. بصوا بوريكم بقى ايه الستاير بتاعه البلكونه اللي انا جبتها. وجوزي كل شويه يقول لي هجيب الشنيور وهركبهم لك، وبصوا مش فاضي. بقول له مقرن والله عندي عايزه اركبهم مش عارفه، وعندي حاجات جايباها للمنظفات وللفرش والحاجات دي برضو عايزه تتعلق، عايزه شنيور وبرضو مش فاضي، وحاجات رفف في المطبخ برضو ما فيش وقت. يلا الحمد لله في ميعادهم هيتركبوا كده. بصوا بعد ما خلصت بقى اوضه الركنه وغسلت الوردات ديت، عملتها بالشاور والله غسلتها بالشاور. الشاور ريحته حلوه قوي، خلى الوردات بيضه كده وشكلها حلو. وشلت بقى ايه الحاجات ديت ورشيت بقى المعطر ب10 جنيه يا جماعه. افتكروا وشوفوا شكله اهوت وهاتوا زيه وجربوه حلو قوي على فكره. انتوا عارفين فريده دلوقتي بقى ب55 ولا مش عارفه ب45 يعني غلي. بصوا كده خلاص خلصنا اهو زي ما انتوا شايفين. قولوا لي بقى ايه رايكم، اكتبوا لي في التعليقات بقى. في بقى مفارش لسه في الغسيل زي ما قلت لكم لسه هحطها، وشويه حاجات كده يعني شويه تاتشات كده ان شاء الله يوم الوقفه هنعملها. وهشوف بقى نعمل ايه ونشوف بقى مع بعض. وكده يبقى فاضل لي المطبخ والحمام هم نضاف لحد يعني لحد ما زي ما بيقولوا. بس يعني ايه هعمل بقى يعني فرشاية كده في السيراميك وكده يعني، ونظبط شوية حاجات كده في المطبخ. واشيل بقى الحاجات اللي هي بتاعت رمضان واحط اللي هي المفارش التانية. فيعني شوية تظبيطات كده برضو هوريكم مع بعض. ان مثلا يعني فاضل حاجات بسيطة كده في الحمام والمطبخ، بس همسك السيراميك بتاع الحمام كده من الارضيات من تحت دي بس اللي عندي يعني عايزة اغسله. والمطبخ اديله كده شطفة بالفرشة وخلاص، ونشوف بقى هنعمل ايه. وتعالوا معايا كده وقولوا ايه رأيكم. ايه رأيكم في التنظيفة ديت حلوة كده. كده بقى دخلت خلاص على الطرقة اهو زي ما انتوا شايفين، حاطه فيها الغسالة والجردل بتاع الأم والمنظفات وكده. ودخلت على الحمام. بصوا هو الحمام فاضل يعني عايز بس شطف. انا غسلت كل الورد اللي في الشقة، فاضل الحتة ديت قلت بقى هغسله عشان هحطه في المطبخ قصاد الورد اللي هو مدلدل التاني. وبصوا هو بس عايز من نص من تحت كده هشطفه شطفة وخلاص، لكن من فوق هو نضيف مفيش فيه اي حاجة اهو زي ما انتوا شايفين. ومنضفه كل حاجه ورصه كل حاجه في مكانها، الشاور في مكانه وكل حاجه في مكانها. وكده بقى الجردلين دول اللي انا كنت بستخدمهم باخد ميه سوري، باخد ميه واقعد اشطف وكده. كانوا الاتنين دول شغالين معايا تعبوا النهارده قوي. صوتي باظ لانني اصلا عندي حساسيه يا جماعه، والميه والمعطرات والحاجات دي بتتعبني والكرول والحاجات دي، بس غصب عني لازم انضف بيها وكده. وكده المطبخ اهوت ان شاء الله بقى بكره هديله بقى تشطيفه كده وخلاص. وده الحاجات اللي بقى بتاعت رمضان والحاجات ديت. والله ولادي وجوزي بيقولوا سيبي الحاجات زي ما هي شكلها حلو على فكره. فانا كنت بس هشيل بس ايه الحاجات اللي هي الكتير دي، وكنت هشيل المفرش اللي على الرخامه اللي هو عليه بوجي وطمطم، واشيل البتاع اللي على البوتاجاز واحط ستيكر تاني بقى اللي هو بتاع اللي هو العادي. كده انا بلى معاكم الترمس بوريكم الترمس اللي ناسيه الترمس وما بلتوش زي كده تقوم بسرعه وتبله. بص يعني كنت هشيل بقى مثلا المفرش ده كنت هحط مفرش تاني وهشيل. فجوزي قال لي والله الحاجات دي شكلها حلو سيبيها، ولما تحسي خالص ان هي باظت خالص ابقي شيليها كده وحطي غيرها.
بصوا بقى المنظم دي كان في الحمام، كنت حاطاه في الحمام، حاطه عليه الشاور والحاجات، وكان في ركنه في الحمام، فقلت الحمام عايزه افضيه شويه، فخدت ديت، قلت لا اخد القطعه ديت احط بقى هنا الحاجات بقى، الكوبايات الازاز، الكنك بتاع القهوه بتاع الشاي وحاجات الشاي وحاجات والسكر والحاجات دي، ودي المنظمات طبعا انتوا عارفين محطوط فيها الكحك والبسكوت والفطره بقى والحاجات ديت، والسله، وخلاص هو دي اللي في المطبخ. والمطبخ الحمد لله نضيف، والتلاجة كنا عاملينها مع بعض، وكل حاجه نضيفه عشان ايدي فيها على طول اول باول. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، وقولوا لي ايه رايكم كده. اكتبوا لي لو انا ناسيه حاجه او في حاجه انتوا شايفينها وانا مش واخده بالي منها، قولوا لي عليها. وطبعا كنا بنتعلم من بعض يا جماعه وبنشجع بعض. واكتبوا لي كده في التعليقات مين اللي لسه ما عملتش، ومين اللي خلصت، ومين اللي فرشت، ومين لسه ما غسلتش. بصوا اكتبوا لي بحب على فكره تعليقاتكم، وبحب كلامكم الجميل والله، وبحبكم كلكم. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم ويكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا احلى اخوات في الدنيا. وكل سنه وانتم طيبين. وقولوا لي مين اللي جابت الرقاق مين اللي جابت الرقاق ومين اللي ما جابتش. بصوا عايزه اقول لكم حاجات كتير والله العظيم، بحب اتكلم معاكم. يلا مع السلامه، باي باي.